هذه اللائحة أخطر من التي أقصتنا في النسخة الماضية، لأنها هذه المرة لا تترك أي هامش للتدارك، ولأن وليد الركراكي اختار أن يكشف كل أوراقه دفعة واحدة، واضعا نفسه أمام مسؤولية كاملة، إما التتويج أو فشل لا أعذار بعده. ما يثير القلق ليس الأسماء في حد ذاتها، بل منطق الاختيار. مدرب يتحدث عن الجاهزية ثم يراهن على لاعبين لا يلعبون بانتظام، ويهمش آخرين يعيشون أفضل فترات مسيرتهم. القيادة داخل المنتخب أصبحت بدورها محل تساؤل. كيف يمكن تجاوز لاعب يقود فريقا في أعلى مستوى عالمي ويطلب منه فجأة أن يعود خطوة إلى الوراء؟ المنتخبات الكبيرة لا تدار بالمجاملات، بل بمن هو جاهز اليوم، لا بمن كان جاهزا بالأمس. في الخط الأمامي القصة أكثر تعقيدا. مهاجم غاب طويلا عن التسجيل ما زال يحظى بثقة مطلقة، بينما لاعب أكثر فعالية يدفع إلى الهامش. هنا لا نتحدث عن اختيارات تقنية فقط، بل عن قناعات قد تكلف منتخبا كاملا حلم شعب. أسماء كبيرة حضرت، لكن التأثير غائب، ولا أحد قادر حتى الآن على القول هذا هو اللاعب الذي سيحسم لنا المباريات الصعبة. الرهان على الأرض والجمهور يبدو مريحا في الخطاب، لكنه خطير في الواقع. التاريخ الإفريقي لا يرحم، وكثير من المنتخبات سقطت على أرضها لأنها اعتقدت أن الدعم وحده يكفي. هذه اللائحة تحمل عناصر جيدة، لكنها محملة بأسئلة أكثر من الأجوبة، وبخيارات قد تنفجر تحت الضغط. وإذا حدث ذلك فلن يكون الإقصاء مفاجأة، بل نتيجة منطقية لاختيارات أغلقت فيها كل أبواب التصحيح.